السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنعرض من خلاله نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري المغربي، إضافة إلى الترتيب العام للفرق وترتيب الهدافين. فاز الفتح الرباطي خارج ميدانه على اتحاد يعقوب المنصوري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما فاز النادي المكناسي على ضيفه اتحاد طنجة بهدف نظيف. وتعادل الجيش الملكي خارج ميدانه أمام نهضة زمامرة بدون أهداف. وفاز الرجاء الرياضي على ضيفه أولمبيك أسفي بهدفين نظيفين، فيما انتصر الكوكب المراكشي على ضيفه حسنية أكادير بهدفين مقابل هدف وحيد. وواصل المغرب الفاسي عروضه القوية بفوزه على أولمبيك تشيرا بهدفين نظيفين، فيما فاز نهضة بركان على ضيفه الدفاع الجديد بهدفين مقابل هدف وحيد. وفي مباراة هيتشكوكية قلب الوداد الرياضي تأخره بهدفين إلى فوز كبير خارج ميدانه على اتحاد ورقة ب4 أهداف ل3. أما الآن إليكم ترتيب الدوري المغربي. الرجاء الرياضي في الصدارة ب30 نقطة، والوداد الرياضي في المركز الثاني ب29 نقطة، والمغرب الفاسي في المركز الثالث ب27 نقطة، وفي المركز الرابع يوجد الجيش الملكي ب26 نقطة مناصفة مع النادي المكناسي صاحب المركز الخامس، فيما يتذيل أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصوري جدول الترتيب ب7 نقاط، ويليهما اتحاد ورقة ب9 نقاط. أما ترتيب الهدافين، سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي ينفرد بصدارة الدوري المغربي ب12 هدفا، وفي المركز الثاني مهاجم حسنية أكادير بابا بايلو ب7 أهداف، وفي المركز الثالث كلمن منير الشوير مهاجم نهضة بركان، ويونس دحماني مهاجم اتحاد ورقة، ويوسف الفحلي مهاجم الجيش الملكي ب6 أهداف. وفضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتشغيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسى دعمنا بلايك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.